خير ان شاء الله. شو في؟ اولادنا يا ابو سعيد، اولادنا. شبههم اولادنا، شبههم. سعيد ماشي حاله، وخلدون رضيان اللي هو فيه، وميادة رح تدبر لها شغل عند واحد صديقي، وجلال عايش معنا هون بالبيت ومبسوط. خير ان شاء الله. اولادنا لازم نفسح لهم المجال مشان يحققوا طموحاتهم يا ابو سعيد. لك مين بيقدر يحقق احلامه بهذا العصر؟ هذا العصر اسمه عصر العولمه. شوفي انا اكبر مثال على ذلك. قديش انا نضلت وتعبت وبعدين انكسحت، هي قاعد على كرسي، مع ذلك لساتي متماسك. انت متماسك ولا مهزوم؟ مهزوم؟ انا يا ام سعيد مهزوم؟ ايه معك حق طبعا، لولا حادث السير اللي كسحني حطني على الكرسي. لك انت عم تشوفيني منبغري غليان، كنت شوفي الملايين بايدي عم تلعب لعب. نحن اولاد اليوم يا ابو سعيد، انا وانت لازم نتخلى عن هالمظاهر الفارغه ونعيش حياتنا، وندور لنا على شي بيت صغير بالضواحي مشان نفسح المجال لاولادنا مشان يعيشوا حياتهم. شو هاد يا ام سعيد؟ شو هاد؟ هي مؤامرة عملتيها انت واولادي علي؟ شو؟ بدكم تدفنوني بالحياة؟ هي عادتك يا ابو سعيد، بس حدا يعارضك بيطلع يا غبي وجاهل ومتخلف يا متآمر. هلا هذا رأيي هاد؟ عبس. قديش فهمتك بزماني، ما في فايدة، رح تبقي هيك كتلة من الغباء. بتعرف النص الفرنج المقدوح يا ابو سعيد؟ شبو؟ هذا النص الفرنج انسحب لحاله من السوق لانه عرف انه ما عاد له قيمه وما بينشرى فيه علبه كبريت، وانت لساتك عايش باوهامك وظانن حالك تقدر تشيل الزير من البير. إلك سنين يا ابو سعيد وانت عم تلعب فيني مثل الطابه، ضيعت لي حياتي وشبابي وثروتي، بس ابدا ابدا ما رح اسمح لك تضيع مستقبل اولادي، فهمت؟ يكون بعلمك يا ابو سعيد، يكون بعلمك اذا هالبيت هاد ما بينباع خلال شهر ما رح تشوف وشي بحياتك. ماما كيف بتسمحي لنفسك تحكي هيك مع البنت؟ والله بيتي وأنا حرة فيه، برد على التليفون بالطريقة اللي بتعجبني. بس يا ماما في أصول بالرد على التليفون. والله إذا ما عجبها لزينب خانم تبقى لا تتصل. أنا بدي أفهم شغلة وحدة بس، أنت ليش قاصدة تجرحيها؟ لا تخاف ماما، ما بتنجرح لأنه ما عندها دم. بترجاكي يا ماما بلا. لو فيها دم ما بتلاحقك ليل نهار، وأنا حكيت معها بالطريقة لحتى أقطع عليها الطريق. عن أنه طريق عم تحكي؟ البنت زميلتي وإلها. لا خليها ترمي شباكها برات بحرنا. أنا ما عندي استعداد جيب لبيتي كنة نصها مرة ونصها رجال. بس يا مفاتيحي. ما رح اسالك وين تغديت لانه امك جوا. امي هو؟ ايه بس لا تكون متخانقه مع ابي. متخانقه هي وياه. بابا امي حردانه. اكيد عم تمزحوا. ايه معك حق تفكري انه عم نمزح، لا ما عم نمزح، حتى اسألي جلال. راحت عن بيت سعيد واخذت شنطة ثيابها معها. ومين منكم مزعله؟ بابا هذا الكلام ما بيصير. على كل انا رايحه اجيبها. ايه عادي بابا عادي، زعلت لحالها بترجع لحالها، واللي قال لك اذا مو رضيانين انتوا كمان الحقوا روحوا اتركوني لحالي، دبر راسي انا. بابا ليش عم تحكي هيك؟ معقول نحن نتخلى عنك؟ كان معقول بعد كل هالعمر تتركني وتمشي هيك؟ طيب ممكن تقلي ليش؟ ماما شو رايك هلا يعني بعد ما ارتاحت اعصابك اخذك وصلك على البيت؟ ايه يا مرت عمي بكون احسن. اسمع يا سعيد، اذا انتم مزعوجين مني بروح بنام عند بنت عمتي بدارية. لك شو الحكي امي؟ اعوذ بالله اعوذ بالله، لك انت تاجاسه من فوق امي. وحياتك يا مرت عمي صدر البيت إلك ولا اعتبق لنا. لكن اتركوني على راحتي يا سعيد. خلص ماما مثل ما بدك، بس يعني والله ما حلوه، يعني اسمعوا الناس ويشمتوا فينا. بفرجها الله، الناس شمتانه وخالصه. مرت عمي من جهتنا نحن ما بدنا شيء، عايشين ومستورين والحمد لله. بس انا ما عاد فيني يا سميرة، صبري نفد. ماما
انا اسف، انا بعترف اني حرضت اخواتي مشان يبيعوا البيت والسياره، بس خلص وحياة راسك ما عاد بدي مني شيء. لا تغلط يا سعيد، أنا ما بدي شيء من البيت، أنا بس بدي فش القهر اللي بقلبي. بعمرك يا سعيد سمعتني رديت بوشه شيء؟ لا ماما. ويوم اللي أخذ كل ورثتي من أهلي حكيت معه شيء؟ لا ماما. ويوم اللي جبرك تتجوز سميرة وهي بنت 16 سنة عارضته شيء؟ بس كان لازم عارضه، ما كان لازم اسكت. ومع هيك صبرت عليه. بس شو كانت النتيجة؟ شو كانت النتيجة؟ أنا مجرد جارية عبدة عنده بالبيت. طولي بالك يا طولي بالك. مرت عمي طولت البال من الرحمن، شو بدنا نسوي؟ بدنا نتحمل. يا ريت كل شيء قدمت له اياه بحياتي بين فيه. لا فوقها ابسط كلمة بيقول لي اياها غبية وجاهلة واولادك طالعين الك. عمره ما شاف فيني مرة عندها مشاعر واحاسيس وكرامة. مين بيصدق انه امك تشبهني لنص فرنك المبخوش؟ لا وشو؟ طلع معها انه نص الفرنك المبخوش احسن مني كمان. يا بابا يا بابا، يلي بيعصب يحكي كلام طالع نازل، ما بيجوز نوقف عنده. لك يا بابا، في مرة تحترم حالها تحكي هذا الكلام مع جوزها؟ شو هذا؟ ما رد على التليفون، ما في لك تحكي. الو، اهلين. طيب ثواني. بابا المخابرة إلك. مين؟ دكتور خالد قال. مين دكتور خالد؟ هاتي نشوف. الو اهلين. نعم نعم، اهلين وسهلين، تشرفنا دكتور. باختصار يا حكمة بيك، نحن حابين نتعرف عليكم. الحقيقة كل عمرك قدوة إلنا. امتى بتحبوا نيجي نشرب معكم فنجان قهوة؟ بكرة 8 المساء؟ ولو في حدا ما بيعرف وين بيتكم؟ يا سيدي ألف شكر. لا شكرا، الله يخليك. تسلم. مع السلامة. مع السلامة. وليش كل هالقد عظمت فيه؟ لأنه هذا من النوع اللي بيحب المديح يا ست هدى. لك دخيله اللي بيفهم بالعالم. لا الدكتور خالد قال بده يتعرف علي. لا الحقيقة هو قال منحب نتعرف عليكم، معناتها بيجوز يكون جايب زوجته معه. بدي اتعرف علي وعلى اسرتي. ايه، واذا سألوا وين امي؟ ايوه. حبيبي جلال، قوم حبيبي خذ مفاتيح السيارة من المكتب، تعرف وين بحطهم انا. روح انت وميادة جيبوا ماما لهون على البيت، ما بيجوز تنام برات البيت يا اخي، هذا ضد الشرع وضد القانون. قوم حبيبي قوم، يلا. بابا ميادة قليلة لماما انه نص الفرنك المبخوش اشتاق لك وما بيقدر يعيش بدونك. مين هذا الدكتور خالد؟ شو بده مني يا ترى؟ وليد حاجة إلا تعقلوا له. قوم صالح امك وبلغنا مو محرزة كل هالقصة. رح صالحها بس مو اليوم. شو كل هالقد بتحبها لحتى تزعل امك كرمالها؟ إذا بتريدي هيفا شيلي الحب على جنب. زينب بنت جديرة بالاحترام وأمك غلطت معها. وليد هلا بدي اسألك سؤال بصفتك يعني فهيم وصحفي. هلا الحب بيعرف حواجز وفروقات، يعني مثلا هلا انت ممكن ترتبط بزينب حتى لو وضعها المادي كتير بيفرق عن وضعك المادي. الحب عاطفة نبيلة، بس أحيانا الإنسان لازم يتخلى عن عواطفه لحتى ما يسبب ألم الآخرين. فهمتي علي هيفا؟ وليد بابا الله يرضى عليك، قوم امك عزمتك على بيتزا. البيتزا بس لوليد؟ رح زعل حالي انا التاني، بلكي حدا بيعبرني وبيعزمني شي عزيمه. قوم خلصنا بلا غناج. قوم يلا
لك يا الله. ليش هيك عملت يا يعني هو صحيح الفيلم حلو كتير، لك حبيبي انت ليش حاطط هاي الشنتايه حوار؟ حطها جوا وانت قومي غيري ثيابك كمان. شو هالفيلم هاد؟ تصبحوا على خير. وانت من اهله ماما. أمينة، معقول هذا اللي عملتيه؟ بعد كل هالعمر تتركيني وبتمشي؟ انت انسان صعب كتير يا ابو سعيد، والتفاهم معك مستحيل. يعني معقولة بعد كل هالعمر تحكي معي كلام طالع نازل لحد هلا وقدام اولادنا وقدام قريب؟ أمينة، مين في إلي غيرك فش قلبي فيه يعني؟ الظاهر انك عشت كل حياتك مفشت خلق، طول عمرك بتفش خلقك وما بتلاقي حدا قدامك غيري انا. طيب بس خلص. شو بدي اقول يا ابو سعيد؟ معلش، الله يسامحك، الله يسامحك على كل شيء. طيب خلصنا. يمينا من هالسيرة بقى، اطوي هالصفحة. قولي لي شو رأيك بهي الزيارة اللي حكينا لك عليها تبع شو اسمه الدكتور خالد؟ شو؟ انت ما قلت انه جاي نتعرفوا عليك؟ بلى. بس انا هاي القصة حاسستها اكبر من هيك. يعني معقولة يكونوا جايين خطابين لميادة؟ لميادة؟ ايه، ما في غير هيك. ايه مقدم عدنان، دخيل هينك شوف لي مساعد سهيل وقول له خليه يتابع لي الموضوع اللي كلفته فيه. مقدم عدنان، بدي معلومة أكيدة منه إذا كان الشخص وصل على الشام ولا لسه باللاذقية. يا أخي ما فيني آخذ وأعطي معك هلا، أنا بكرة بالشام. أوكي، الله معك. خالو، يلا بابا وماما ناطرينك على العشاء. جهز لعشاء؟ اي والله ما تتصوري قديش مشتاق لاكلات امك الطيبه، شرفوا. شوف هالمنظر يا سيدي، حلو، بس شلون ما تشوف اضواء برلين ولا لندن ولا باريس بالليل؟ شفتها بالافلام. تعرف خلدون، كل واحد في له شام خاصة فيه وما بيشوف احلى منها. شي حلو. هلا عملت الشام إلك انت؟ ايه الي. مين بيقدر يسرق هالمنظر من راسي؟ يا سيدي انا بشوف انه ما إلنا من كل هالشام غير حرية التسكع بالشوارع، وحتى هي مو دائما بتكون متوفرة. لا تغلط، نحن وصغار كان ابي طالعنا لهون، انا وامي واختي زينب. كنتوا تطلعوا مشي؟ طبعا مشي، يعني احيانا تاكسي او بسوزوكي. كنا نقعد بحضنه ونتفرج على الشام. بتذكر كلامه لهلا، كان اللي يتفرج على الشام. الشام مو حارات، حارة واحدة، حارة كبيرة كتير اسمها الشام. نيالك يا مروان. على شو؟ على هيك أب. يا رجل، أبي درويش وبسيط، بس بتعرف شو الحلو فيه؟ إنه بيحب الشام، بيحب هالمدينة هي. بتعرف، يمكن هلأ إذا بيتمشى فيها بضيع. على عكس أبي بيعرف الشام بالشبر، ومع هيك بحياته ما أخذنا مشوار غير على مطعم من هي المطاعم الفاخرة، ويا ريته كان يدفع الفاتورة. على ذكر المطاعم، شو رأيك أعزمك على فلافل؟ موافق. تعرف إنك ظالم. ليش بدك بيتزا؟ لك الأكل مو على بالي. كل ما بطلع أنا وياك وبنحكي وندردش برجع البيت بحاول نام ما بقدر، كأنه 1000 سؤال بينزلوا على راسي دفعة واحدة. أيوة. طيب خود حبة منون. بدك ياني انضم لشلة النايمين؟ معناتها بتعرف شو خلدون؟ لازم تدور على أجوبة لهي الأسئلة اللي براسك. حلوة هي أجوبة للأسئلة اللي براسك. أبي معه حق على فكرة. بشو؟ دايما بيقول لي مروان خربك ولسه بده يخرب ميادة. والله منيح اللي ما بيرفع علي دعوة. يا سيدي إذا بده يحبسك بيحبسك بدون ما يرفع عليك دعوة. هلا معقول يحبسني لأني بحب الشام؟
حضرتك السيد ادهم؟ اي نعم. الحمد لله على السلامة، ابن عمك بانتظارك. اهلا وسهلا يا ابن العم، يا ميت اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. تفضل تفضل. تفضل تفضل. يلا تفضل. ليش طالبة تنتقلي من قسم التحقيقات؟ معلش استاذ محمود، الله يخليك، حطني باي قسم تاني. طيب ممكن افهم ليش؟ حاجتي، انا تعبت. يا زينب اعتبريني مثل ابوكي، خبريني شو القصة؟ متخانقة انت وليد شيء؟ ابدا. لكن مو معقول اصدق انك تعبتي وانت راكدة ورا الشغل ركض. يا استاذ محمود، انا حابه انتقل مشان ما اخسر وليد كصديق وزميل عمل. وليش لا تخسري؟ بما انه نحن عم نشتغل بقسم واحد، فاحيانا بنضطر نحكي مع بعضنا على التليفون. يعني هو بيتصل فيني وانا بتصل فيه، وبالظاهر هذا الشيء عم يزعج امه. وشو دخل امه بالشغل؟ يبدو مفكره اني فهمت. احيانا بتصل فيه لحتى اساله عن ماده او عن صوره، او حتى اذا تاخر ما اجا. وكل مره بحاكي فيها امه بتسمعني حكي بلا طعمه وبتحاكيني بنشافه. المسألة محلولة، اطلبيه عن طريق المقسم. يا استاذ محمود، انت بتعرف قد ايه بيكون المقسم مشغول، ونحن بنكون مستعجلين وعم نحضر الصفحه. انا حريص ما نخسرك بقسم التحقيقات، وانتو ثنائي جيد، بتمنى وليد ما يسمع بهالحكي. عن اذنك استاذ. تفضلي، هي كيلين بطاطا. يرضى عليك سجلهم على الحساب. لك تكرمي يا ام حسن. هي ثالث مرة بتشتري بالدين. الدنيا عسر ويسر يا ام مروان، وبعدين هدول اولاد حارتي وما حدا غريب. يا ابو مروان انا مو زعلانة، بس كنت عم بستنى يصير شوية مصاري بالصندوق لروح افحص عيني. طيب ليش ما طلبتي من اولادك؟ الله يديمك فوق راسنا وما بدي من حدا شيء. الله وكيلك، الصبح ساويت لهم قهوة قبل ما يروحوا، ما حدا منهم سألني شبع عينك. لا تاخذي على خاطرك يا ام مروان، بجوز ما انتبهوا. ورجيني عينك. شي حلو، من خضرجي يا طبيب عيون. روح جيب طاولة الزهر وتعال. وانت اخطفي رجلك على الصيدلية وجيبي دواء، ولا اقول لك تستني مروان ليرجع من المدرسة بياخذك على الدكتور. بخاطرك. الله معك. يا ترى شو سر الراحة اللي شعرت فيها وقت الأستاذ محمود شق طلب النقل؟ وليد، تشرب فنجان قهوة؟ آسف، يعني دورتك شوي بالسيارة من باب الاحتياط. مو مشكلة. ايه، شلون شفت لي هالبيت؟ منيح، حلو. هذا البيت اخذينه اجار، صحيح اجاره غالي بس ما بيغلى عليك. ايه اخي، المهم عمي ومرت عمي ماتوا بحادث سيارة، وانت لا تخاف علي ولا توصي حريص، حافظ درسي منيح. حلو، ممتاز. معناتها هلا رح اتركك ترتاح والمسا بمر لعندك. تفضل، هي مفاتيح الشقة، واذا جات البراد مليان اكل وشرب. سلام.
وهيك شباب بيكون أخذتوا فكرة عن المنظور. هلأ وصلنا لنهاية الدرس، بدي أطلب منكم وظيفة. بدي كل واحد فيكم يرسم أي شيء بيخطر على باله على ورقة مستقلة. عفوا أستاذ، ممكن أرسم بالمائي؟ بالمائي، بالزيتي، بالفحم، بشو ما بدك، مو مشكلة. المهم يا شباب بإنكم تتخيلوا، لازم تفسحوا المجال لخيالكم باختيار الموضوع. تخيلوا قد ما فيكم وبكل حرية. حدا عنده سؤال؟ أنا عندي سؤال أستاذ. انصراف. فادي تعال. شو سؤالك؟ أستاذ أنا حابب أعمل دورة رسم، وين تنصحني؟ يعني نحن بالشام في عنا مركزين. خلدون، شو رأيك بمروان؟ ما أنت بتعرفي رأيي، بس ليش هالسؤال هلأ؟ هداك اليوم صارحني بحبه، وحتى قال لي انه رح يجيب اهله ليطلبوني. كنت متوقع شيء من زمان. بس انا رفضت. أنت الخسرانة. مروان شاب صريف كتير. بعرف، لكن شو؟ انا طلبت منه يترك الموضوع حاليا. مشان أبوكي؟ انت بتعرف ابي مستحيل يوافق. بعدين انا حابه اشتغل وجمع. ميادة، مروان بده يطلب ايدك انت ولا بده يطلب ايد ابي؟ مشان الله لا تخلي قصة سعيد تتكرر بهذا البيت مرة تانية. شو ماما؟ لساتك قاعدة لهلا؟ قومي روحي على الحلاق واعملي أحلى تسريحة، وانت قوم البس ورتب لي حالك شوي، اليوم بدي اياكم مرتبين وشيك. وشو المناسبة ماما؟ شو المناسبة؟ شو ميادة؟ ما حكيتي له؟ شو بكون وحكت لي وما حكت لي؟ شو في؟ شو؟ شايف بعيونك في حكي خير ان شاء الله. عايز اسال سيادتك سؤال ملوش علاقه بالموضوع. امبارح لمحت لي امك كيف انه زواجنا تم باوامر من ابوك. ايه مزبوط. مو هذا اللي صار؟ اسمي هو مش سهران معاك. خد الباب في وشك. هذا اللي صار. انا ما بحبش وصار عنا ولدين بيسوا الدنيا. حتى لو كانوا عازمين. يعني لازم نقبل بالامر الواقع ونعيش حياتنا بدون مشاكل، ما هيك؟ دخلك؟ ليش مين عم بيعمل مشاكل غيرك؟ طيب يا سعيد، انت بترضى اني انا اعمل علاقه مع شاب تاني؟ شو؟ كنت بشيل راسك وتعملي لي كلاب؟ انا معك اذا بخونك ساوي فيي اللي بدك اياه، بس انت كيف بتقبل على نفسك تخوني؟ يا سميرة يا سميرة، طب مين اللي بحط براسك الحكي الفاضي هذا؟ مين؟ يا سعيد، المرة كتلة احاسيس ومشاعر، ما تصدق انه مرة ما بتعرف اذا كان زوجها عم يخونها ولا لا. لك يا سميرة يا حبيبتي، يعني كلام الناس كتير، شو بدك بالحكي؟ انا شو بدي بكلام الناس؟ انا عم بحكي عن مشاعري. قلي، هداك اليوم ما كنت عم تتغدى مع هيفا؟ دخلك؟ مين هالسادية اللي حط هالكذبة بدانك؟ ما حدا، بس انا شفت صورتها بعيونك. شفتي؟ لك هذا هو النكد بعينه. قال شافت صورتها، قال بس اولادك ما يضوجوا وانا فايت نام. تاركي مو سهلة يا سميرة، بس شو بساوي؟ الظاهر انه مستقبلي صار متعلق بهيفا. هيفا الحلم القديم اللي مات، هيفا المعمل والمصاري والعز وراحة البال. حبيبي شو بتقترحي ناخذ معنا؟ بوكيه ورد يعني؟ انا عم بقول خلي الزياره زياره تعارف وبس. يعني قولك ما نفتح موضوع منيب؟ حبيبي يعني مو معقول نفوت لعند العالم ونقول لهم بدنا بنتكم هيك خبط لزق. خلي الطبخه تستوي على مهل، مو بيكون احسن؟ طيب فيك تفهمني السبب فشلنا بهالبلد؟ شوف، هو بكل بلد في شيء اسمه التهريب، بس نحن فشلنا هون لسببين. اولا
جماعتنا بتنقسم الخبرة والانضباط والتنظيم. وثانيا أجهزة الأمن. أجهزة الأمن عندنا قوية واختراقها صعب. السبب الثاني مو هالشيء، لأنه بأمريكا وفرنسا وروسيا في أجهزة أمن، ومع هيك التهريب فيها أشكال ألوان. أنا برأيي إنه الخلل فينا. إيه؟ وهذا رأيي كمان. يا أبو هشام، نحن مو جماعة تهريب كروزات دخان وكاسات. بتعرف إنه شغلنا أهم بكتير. إيه، أنا مشان هيك وقفت الشغل وطلبت المساعدة من جماعتنا برا. هلا قل لي شو في براسك؟ في عنا حدا بالسجن؟ لا، بس قتل 3 بآخر عملية. إمتى؟ يعني من حوالي شهر. طيب ليك، قبل كل شيء لازم نتخلص من عناصر ضعيفة. كمان لازم نعيد تنظيم جماعاتنا ونوسع علاقاتنا الاجتماعية ونطورها. كمان بيلزمنا دم جديد. إيه على راسي، بس الحكي بده وقت. ونحن مو مستعجلين. حتى ننطلق صح لازم نأسس صح. على عيني. وغيره؟ بدي سيارة خاصة إلي، وأكيد رح لاقي طلبي عندك. على عيني، هي مقدور عليها. بكرة الصبح مر لعندك ومنروح سوا على المكتب، وهنيك راح يكون في أحلى مفاجأة بانتظارك. ومين قال لك إني أنا بحب المفاجآت؟ خلاص لا تزعل، راح أقول لك رفيقك عبده شريكي بالمكتب. عبده؟ غريب، ليش ما حدا قال لي إنه هون؟ بيسلم عليكي مروان، وصلني وراح. وليش ما فات يسلم على خالته؟ تأخرنا شوي عند الدكتور، وفي لوحة عم يرسمها رجع على البيت يكفيها. ودخلك شو بيطلع من هالرسم؟ المهم لساتك متزعلة انت وابو مروان. يا اختي، طلبنا زينب لشادي وما رضيتوا فينا، ومع هاد ما زعلنا منكم. زينب بتضل بنتنا وبنغار عليها وبنخاف على سمعتها. بتعرفي اختي، خايفة يكون مروان زعل من شادي. ليش؟ شادي غيور ودمه حامي، وقال له كلام لمروان مشان هذا الشاب اللي دائما بيكون بالسيارة مع زينب. وليد شاب آدمي كتير. لك يا أختي، أهل الحارة شو معرفهم إنه آدمي؟ غريب. مروان ما جاب لي سيرة لأنه غلط مع ابن خالته وسمعه كلام كأنه عم يقول له سكوت أنت ما دخلك. الله يبعت نصيبها ويخلصنا من كل هالشغل. أختي بترجاكي احكي معها، شادي لساته بيحبها، وصدقيني ما رح تلاقي شاب مثله. لك يا أختي، أنا ما بتمنى. شادي ابن خالتها وأحسن له من الغريب. قومي بابا، افتح الباب قومي. اوكي بابا. يلا ماما. يا سلام على الوقت تمام، باين عليهم الناس حضاريين فعلا. اهلا وسهلا، تفضلوا. اهلا تفضلي. سلامون. مرحبا، يا دكتور كيفك؟ تفضل. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا. ايه، وانت ليش هربت من البيت؟ شفت خلدون هرب، قمت هربت، ويا ويلي من ابوك. ان شاء الله ما يكونوا خطابه، لانه ما بظن ميادة توافق. وليش لحتى ما توافق؟ اذا كانوا الجماعه كويسين وضحوا المادي مرتب. يعني اذا ما خاب ظني ميادة ميالة لمروان. شو؟ مروان؟ مستحيل. ميادة اختي بعرفها، مستحيل تتزوج واحد اندبوري مثله. تفضل دكتور. يسلموا هالايدين. فباختصار شديد يا دكتور، حياتي كلها كفاح بكفاح من وقت مواعيد لليوم. يا سيدي ان شاء الله العمر كله. بس يعني الشباب وينهم؟ والله جلال راح يشق على اخوه سعيد، وخلدون عنده تصوير تلفزيون. نيالكم انتوا عيلة كبيرة، انا ما عندي غير اخ وحيد. يا ريتكم جبتوه معكم، كنا تعرفنا عليه. انا كنت متمنية، بس اللي صار انه اخي منيب كان عايش بالخليج وهلا ساكن باللاذقية. منيب طبيب نسائية ممتاز. ما شاء الله.
ومن وين متخرج؟ متخرج من فرنسا، كان هو وخالد عم يدرسوا سوا. ومرته دكتورة؟ لا لساته عزابي. وليش ما فتح عيادة هون؟ بباريس تعرف على شاب كويتي عم يدرس قانون دولي، اخذوا معه على الكويت والله فتح بوشه، بس لما رجع لهون استقر باللاذقية. شو أنسة ميادة؟ لساتك ناوية بدك تشتغلي بالتعهدات مثل ما قريت بالجريدة؟ أكيد، مو أحسن من الوظيفة؟ طبعا، بس هي المهنة بالذات ما بتحسيها مألوفة للنساء. ايه وين الغلط إذا كان عندي مكتب هندسي لتنفيذ المشاريع والتعهدات؟ أنا معك وطموحك جيد. بالمناسبة حضرنا حفلة تتويج ملكة الجمال وكان أخي منيب معنا. وهي مجموعة من الصور اللي صورك إياهم منيب. على فكرة أخي كان متحمس لك كتير. يبدو مو بس طبيب ناجح، كمان مصور ممتاز. تذكرت لفت انتباهي كان عم يصورني كتير. شبك كأنك مو على بعضك. ما في شي. لك شلون ما في شي وأنا قاعد عم بسحب الكلام من تمك سحب؟ معقول إله بهذا الوقت عنا ناس عم بيخطبوا ميادة؟ شو؟ لازمك مصاري؟ بس هيك أنا زاد من راتبي 1000 ليرة، هي 500 إلك و500 إلي. وهاي قهوة الأستاذ وليد. يسلموا ايديك عمي سياح. صحتين وهنا. وين راحت الأنسة؟ الأنسة زينب راسها عم يجيها راحت على البيت. حسبت حسابها بالقهوة. ما مشكلة، شبه أنت وعلى حسابي. الله يسامحك يا أستاذ وليد، هاي بيناتنا. أستاذ وليد، بدي أسألك هلأ الأنسة زينب بيوجعها راسها عن جد ولا من شي تاني؟ شي تاني مثل شو؟ من حديث سمعته صدفة، بس بدي منك وعد ما تجيب سيرتي بشي. ولو يا عمو أبو صياح؟ أنا تعودت عليكم مثل ولادي، وصدقني زعلت كتير وقت ما... أرجوك تفهمني شو القصة بدون مقدمات. من شوي كنت عم ودي القهوة للأستاذ محمود، وكانت الأنسة زينب هونيك وبإيدها طلب مألمه. شو هالحكي؟ تسلموا حبيبة قلبي. كيف شفت لي هالجماعة؟ لا باين عليهم جماعة أكابر وشبعانين. لاحظت كيف لمحت المرأة على أخوها؟ يعني كتير بدها ذكاء، واضح إنه جايين مشان ميادة. دخيلك. صراحة البنت كتير عاجبتني. بس علتها الوحيدة إنه أبوها أبو سعيد. معك حق، لك شفت كل القعدة هو قاعد عم يحكي عن حاله. حبيبتي اتصلي بأخوك قبل ما ينام. بس لخلص اللبن. شو صار؟ ولا شيء. طلبوكي؟ شربوا القهوة وراحوا. الحمد لله. وين كنت؟ كنت عند مروان. قلت له شيء؟ أكيد لا. أحسن. ما قلتي لي، طالما مو جايين يطلبوكي، لكن مشان شو جايين؟ كنت عرفانة انك رح تسأل هالسؤال، مشان هيك سهرت ونطرتك. لا تقولي لي انهم جايين يتعرفوا على ابوكي. اكيد لا، هلا هن ما حكوا بشكل مباشر، بس لمحوا على شاب عزابي عايش باللاذقية، دكتور نسائية، اخوها لهدى، وكان حضران حفلة تبع ملكات الجمال. وانتي شو رأيك؟ كيف بدي اعطيك رأيي؟ موضوع لسه ما انطرح. بس عم تقولي صار تلميح. هلا التلميح غير التصريح. على كل هي حياتك وانتي حرة فيها. تصبحي على خير. وانت من اهله. يا ريت كون حرة بحياتي، يا ريت يا خلدون. لك يا هدى إلك ساعة بتحكيني عن أبوه، أنا شو دخلني بأبوه يا أختي؟ طيب شو علي، راح أطول بالي. الله معي.
الله معك، مع السلامة. ما كان في داعي لكل هالحديث عن أبو سعيد. لا حبيبي، لازم منيب يكون بصورة كل الوضع، أحسن ما يقول بكرة إنه هلا نحن بدنا العنب ولا قتل الناطور؟ بيني وبينك هيك أب بخوف، يعني إذا ما عرفنا نكسبه رح نخسر ميادة. اسمعي مني لك امي، كلي لك لقمه قبل ما تروحي. ماما والله مالي نفس، بعدين عندنا سندويشات في البوفيه. صحيح نسيت اقول لك، خالتك ام شادي بتسلم عليكي. خير ان شاء الله، شو المناسبة؟ امبارح مريت لعندها وانا راجعه من عند الدكتور، يبدو مو قاطعين الامل منك. وشو رايك مشان يقطعوا الامل بالمرة نزل اعلان بالجريدة انه انا ما بحبه لابن خالتي. اجت السيارة، يلا خاطرك حبيبتي. الله معك. الله يوفقك يا رب. علي بأدهم، معقول يا زلمه من كذا شهر ما عم نسمع صوتك؟ اتصلت فيك على بيكوسيا كذا مرة، كل مرة كانوا يقولوا لي انك مسافر. ايه كنت روح واجي كثير على الشام، واخر شيء طلبوا مني استقر هون. حلو، وهي رجعنا التقينا. ما تكون انت اللي ايه نعم، انا اللي انا عرفت انه بدهم يبعتوا واحد مشان يمشي الامور هون، بس اخر شيء توقعته تكون انت. وليش بقى؟ مو خرج؟ لا ولو، بس انت بتعرف مليح انه المعلم بحبك وبيبعدك عن الشام، وانت بتعرف ليش. لكن يا عمي مين شاف احبابه نسي اصحابه. لا تواخذنا ابو هشام، بس انا مشتاق لعبته كثير. إيه لكن قوم اطلع معه، نقي لك شي سياره حتى نلحق نخلص لك وراقه على وقت. اوكي. مو معقولة انتي، مو معقولة ابدا. لك يا ماما، يا حبيبتي انتي كبرتي على هيك لعب. يا ماما هدول ثروتي بحياتي، بدي ورثهم لاولادي. ايه ورتيهم لاولادك، قومي ردي على التليفون. مين؟ مدام هدى. اوف شو شايفتني بنامة؟ يلا نام. ايه ميادة، شو عندك شغل هلا؟ ممتاز، رح نطلع مشوار صغير انا وياكي. لا خالد بالعيادة. ماشي حبيبي، لكن رح غير ثيابي ونص ساعة بكون عندك، اوكي؟ طيب اوكي يلا باي. هدى عزمتني على المشوار. مين بابا؟ هدى. هدى ما غيرها. يا حبيبتي روحي بابا روحي. اساسا انت من زمان لازم تعملي هيك علاقات مع ناس اكابر. روحي بابا. شكرا بابا، باي. معي؟ زينب، عفوا انسة زينب، شو صار بطلب النقل تبعك؟ حكى لك الاستاذ محمود؟ لا وحياتك الاستاذ محمود ما حكى لي شيء بنور. لكن كيف عرفت؟ ما مهم كيف عرفت، المهم انت ليش حابه تتركي القسم؟ خلص الاستاذ محمود شق الطلب وانتهى الامر. لا ما انتهى، بالنسبه لي ما انتهى. انا بعرفك قديش هيك مغرمه بالتحقيقات الصحفيه، يمكن مثلي ويمكن اكثر، واذا كان في حدا لازم ينتقل فهو انا. خلصنا وليد، قلت لك الموضوع انتهى. طيب معقول تضلي بقسم غصب عنك؟ لا تغلط، انا مستحيل اقبل بشي بالاكراه. طيب الاستاذ محمود اجبرك يعني تضلي؟ لو اجبرني كنت بترك الشغل دغري وبمشي. طيب ليش ضليتي؟ لاني مغرمه بالتحقيقات. بس بالتحقيقات؟ رجعنا. خود راهي الزاويه وبلا مزح. انت امتى رح تصدقي انه انا ما عم بمزح؟ وهي هي حالتي، اخي الكبير توفى بالمهجر، وانا تجوزت وسكنت بالشام، واخي منيب رجع على اللاذقية صلح بيت اهلي وسكن فيه، وابوكي وامك ماتوا من شي 4 سنين على طريق القدموس. الله يرحمهم. هي انا ابن نص ميت. هلا المهم قولي لي ليش وحده حلوه وذكيه مثلك لهلا ما تجوزت؟ التهيت بالدراسه، لا تفكريني هيك، انا جديه كثير. ها اجا خالد. مرحبا، كيفكم صبايا؟ مرحبا دكتور. هلا مرحبا حبيبي، كيفكم؟ ليش تاخرت؟ كثير زحمه بالعياده. يعطيك العافيه حبيبي. الله يعافيكي. شو ما اكلين، ما متغديتوا لسه؟ معقول ناكل قبل ما انت تجي؟ يلا اطلب لنا. إيه على راسي لو سمحت. انا كنت بفضل انك ما تسمح لها تروح.
دخلك يعني القعدة معك ومع صديقك مروان أحسن؟ هلا شو دخل مروان بالنص؟ بعدين الجماعة هلا بيفكروا انه عم تعرض حالها عليهم وبعلم اهلها. لك يا ابني فهم، هن الجماعة اللي اجوا لعنا، مو نحن رحنا لعندهم. بعدين المرة هي اللي اتصلت. بعدين من حيث المبدأ يعني انت كيف تتدخل بهذا الموضوع وانا موجود؟ معك حق بابا، انا اسف. عن اذنك. تفضل، اذنك معك. شو هالولاد هدول؟ نار ما في دخانهم بيعمي. أما شو ناس أكابر شي بيجننوا. هدى ساحلية وجوزها شامي. ماما بدي أسألك سؤال، الجماعة ما فتحوا معك سيرة خطبة أو جواز؟ على ايش مستعجلة يا أمينة؟ على ايش؟ يعني معقولة هدول الناس الأكابر يطلبوا هالأمر اللي عندك بدون ما يسألوا عنا ويعرفوا كل شيء؟ هلأ هي هدى سألتني إذا في بحياتي حدا. ايه بابا، وشو كان جوابك؟ قلت لهم الحقيقة ما في بحياتي حدا. برافو بابا، برافو عليكي، طالعة ذكية لأمك. قلت لي لكن ابن عمي مزعوج من جيتي. ابن عمك فاشل كبير، بس بدك الحقيقة؟ ايه أنا تفاجأت فيك. شايف؟ يمكن القدر حب يجمعنا مرة تانية أنا وياك. تتذكر يا أدهم، تتذكر كيف هربنا من دار الأيتام ورحنا على بيروت؟ مين بيصدق إنه هالحكي صار له أكثر من 20 سنة؟ يا زلمة شو بتحب تنكش الماضي؟ ولك يخرب بيتك، إيه مو أنت اللي فتحت السيرة؟ أيام تخطر ببالي هيك بشكل عابر، بس بتعرف يكتر خير المعلم الكبير اللي لمنا من الشوارع وسوانا بشر. آخ يا عبدو، أنت من الأساس ربيت لقيط، بس أنا بتذكر أبي وأمي منيح، بتذكر كيف ماتوا. بسيطة، المهم هلا كيف رح نبلش شغل؟ قبل كل شيء بدي إياك تحكي لي تفاصيل العمليات كلها وسبب فشلها. بعد متابعة شخصية مني صرت متأكد إنه في علاقة بتجمع عبده بأدهم مثل ما بتجمع أدهم بأبو هشام. مين بيعرف، ممكن في شيء أكثر. شو اللي مخليك متأكد كل هالقد؟ رجعت لملف القضية اللي توقف فيها عبده وتبين لي إنه كان بالسنوات السابقة برا البلد. أيوة، قصدك إنه بيجوز يكون في علاقة قديمة بين أدهم وعبده؟ الطريقة اللي عم يظهروا فيها بتقول هيك شيء. والله يا سيدي كل شيء بيجوز. شادي شوف، انت هلا تارك الجنائية وما بيجوز تعرف بهيك معلومات، يعني اللي عم اقوله السر. مفهوم؟ مفهوم. الله يخليك، شكرا شكرا يا دكتور. ابدا، مثل ما بيقول المثل سيماهم في وجوههم، ولو من وشكم يا دكتور باينين انكم اهل ثقة. العفو العفو، والله انك خجلتي. طيب دكتور، شكرا شكرا، الله معك، مع السلامة. شو هاد؟ شو هالناس الأكابر؟ شو هاد؟ تصور الدكتور خالد عم بيتشكرني شخصيا لأنه سمحت لميادة أنه تروح تتغدى معهم. فعلا دكتور راقي، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير يا أبو سعيد. إن شاء الله. شو رأيك؟ شو رأيك؟ بدون مجاملة كأنها عم تحكي. لك وهي عم تحكي، بس بدك مين يسمع، بدك مين يحب. عارف مروان، أحيانا بحس حالي حزين، يائس، غليظ. لك بحس كأني في شيء عم بيقطعني من جوا. عود. أحيانا بتصيبني هيك حالات، بس الحبيبة بتخليني أرجع وأتماسك. يبدو إنه الحبيبة اللي عم تحكي عنها رح تنخطب يا مروان. قسما بالله يا خلدون، أحيانا بكون مزعوج ومتضايق وبجي لأبكي.
وبس شوفها اتفرج على وشها اتذكر ماضيها ومدى حبي لإلها بيجي لأصرخ بأعلى صوتي: بحبك، لك بحبك يا شام. وأنا اللي كنت مفكره عم بيحكي عن ميادة. مستغرب ما؟ لا تستغرب. أنا بالنسبة لإلي الشام ما بتشبه شجرة الزيزفون أبدا. شجرة الزيزفون يا خلدون بتزهر وما بتثمر، بس الشام بتثمر على طول. ومواسم الشام جاي وبكرة بتشوف. كيف هي المواسم بدها تجي إذا نحن ما ساعدناها؟ الشام هي الياسمين، الحارات القديمة اللي بتحكي، الشبابيك اللي وراها أسرار. هيك أنا بحب الشام. إياك تيأس يا مروان، إياك تيأس أو تظن للحظة إنه نحن لحالنا اللي بنحب الشام.